السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معادنا مع كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. حابب في البداية أشكر كل الناس اللي ساعدت عليا الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله الفيديوهات اللي جاية ما تنفعش. النهاردة هتكلم على حاجة مهمة جدا في الكونستراكشن عامة، اللي هي جالك مشروع جديد هتعمل إيه؟ كلنا بقى هنعمل إيه؟ خلينا نقول الأول الجهتين اللي بيجينا بينهم مشروعات، اللي هو ناحية التندر. أول حاجة خالص درست ملف مشروع، بقى عندك بروجكت فايل محترم موجود فيه كل التفاصيل، بيتبعت للناس ان هو اوردد، فبناء عليه كل المعلومات دي بتتنقل من الى من مين؟ من التندر، الراجل اللي درس كتيم، كواحد مسؤول عنه، مديره يعني مثلا، الى مين؟ الى مدير المشروع. مدير المشروع ده بقى بيبتدي ان هو يوصل المعلومات للتيم بتاعه. طب ايه الجهه الثانيه؟ ودي هنرجع لها كمان شويه. الجهه الثانيه الدايركت اوورد، كلاينت تراستد، بيبتدي ان هو شايف فيك حاجه ان انت اللي هتقدر تنفذ فيه المشروع بتاعه، فبناء عليه بيسند لك المشروع. طب ايه العيب بتاع الجزئيه الثانيه دي؟ ساعات ما بيكونش فيه بروجكت فايل، ساعات ما بيكونش فيه عقد كامل، ساعات ما بيكونش فيه تحديد للريكويرمنتس، المتطلبات والسبيكس والسبيسيفيكيشن اللي هي المواصفات الخاصه بالمشروع. وغالبا بيبقى الموضوع ده سائد شويه على حسب سرعه المشروع وسرعه الحاجه اليه. وعشان كده هو تراستد الكونتراكتور او الكلاينت، تراستد الكونتراكتور ده او المين كونتراكتور ده، علشان هو عارف ان الراجل ده عنده النو هاو، بيعرف يخلص المشاريع اللي زي دي. انا مش هتكلم على الكيس الثاني، انا هتكلم على الكيس الاولاني، الكيس الطبيعيه خالص، اللي هي كيس جالك مشروع تندر اوورد، اتدرس وانت عارف كل كبيره وصغيره فيه. مش هتكلم على مين هيعمل ايه فيه، عشان دي حاجه الاغلب عارفها. انا هتكلم على شويه المشاكل الظاهره اللي بتتقابل في البدايات. اول واهم مشكله في بروجكت فايل، مين اللي هياخده؟ هيوزع المعلومات بتاعته لمين؟ دي اول نقطه، اول فجوه في بدايه المشروع. هي دي اخر حاجه، اخر اصدار. طب هو اللوحات كده كامله؟ طب في لوحات تانية؟ طب لما اكمل اللوحات هيبعت للتندر ولا يبعت لمدير المشروع ولا هيقعدوا في ميتنج؟ طب لما يبعت وقت مدير المشروع مثلا وهم قاعدين في ميتنج، المعلومه اللي اتعرفت دي كل الناس تعرفها ازاي؟ فبقى عندنا اول حاجتين، مشكلتين عندنا في بدايه اي مشروع: الدوكيومنتيشن بتاعه والكوميونيكيشن اللي هيتم. عشان كده بيقول لك اعمل كوميونيكيشن ماتريكس، واعمل بروجكت ديليفربلز اللي هي متطلبات الديليفري بتاع المشروع، وايه هي الحاجات بتاعت المشروع اللي تشتغل بيها. ده مش بيتم دايما بالصوره الكافيه، وده سبب واضح جدا. يلا بسرعه. faster is slower. كل ما تسرع كل ما هتبطأ اكتر. ازاي؟ عشان زي ما قلنا قبل كده في الكوست اوف كواليتي، doing things right the first time. نحاول نعمل حاجه صح من اول مره. عشان نعمل حاجه صح من اول مره محتاجين تخطيط، محتاجين دراسه، محتاجين قرايه، محتاجين ان احنا نشتغل. تخيل بقى انت كده تنط كل الخطوات دي وتجري على الشغل، لازم دلوقتي حالا. ايه اللي هيحصل؟ الحاجه دي احتماليه ان هي تكون مطابقه للمواصفات او اللوحات او للتعاقد حتى اللي بيتم ضئيل شويه، فهينتج عنه ايه؟ هتعيد الشغلانه. فبقى الوقت اللي انت كنت عايز تسرعه هتبذل قصاده ريبير او ريورك، وقت دراسه، وتعمل الحاجه صح. طب ما كان ممكن نعمل الحاجه صح دي من الاول. امتى؟ لو الدوكيومنتيشن بتاعت الحاجه دي واصله كامله، والكوميونيكيشن بتاعت الحاجه دي برضه واصله وكامله. طبعا كلام لحد دلوقتي جنرال جدا. خليني اقول لكم على حاجه واضحه جدا، ان لما بيجي دوكيومنتس المشروع في البدايه بتكون واضحه قوي. بيكون في عقد، بيكون في سبيسيفيكيشن، وبيكون في لوحات. غير بقى البي او كيو والحاجات التانية اللي موجوده. الاربع او الخمس حاجات دول مع بعض يقدر ان هو يخليك تبتدي تعرف ايه هي متطلبات المشروع، علشان تتعاقد سواء مع موردين لحاجه معينه، علشان تقدر تجيب الماتيريال نفسها قبل ما تتعاقد مع موردين تاخد عليها ابروفل، عشان تعرف هتشتغل على انهي فورمات. الحاجات دي كلها بتتحدد في بدايه المشروع خالص مع طرف او طرفين، والطرفين دول بيبقوا مسؤوليتهم ان هم يعرفوا بقيه الاطراف كلهم. عشان تقدر تكنترول ده محتاج ان انت يكون عندك دوكيمنت كنترول قوي، ودي اهم حاجه في المشروع، الدوكيومنتيشن. لو راجعتوا البي ام بي هتلاقوا ان في حاجه مهمه جدا فيها. هيقول لك ان اول واهم حاجه الدوكيومنتس. ده مدير المشروع بيبقى مسؤوليه الدوكيومنتس. مدير المشروع لو اتفق، انا ما عنديش مشكله ان هو يتفق، بس المشكله فين بعد شويه؟ اتفق بناء على معلومه كامله والاطراف كلها معروفه مش جزر منعزله، ولا اتفق علشان الشغل يمشي؟ فالشغلانه دي هتمشي، اللي بعدها مش هتمشي.
فعشان كده الموضوع لازم يكون محدد. faster is slower. ممكن نسرع في الشغل، لكن نعمل ايه؟ نبتدي نوصل، لان على الاقل نبقى عارفين ايه اللي ليك وايه اللي عليك فين. طيب الكلاينت لما يجي يشتغل على فكره هو كمان عنده نفس القصه، هو عنده نفس المشكله. البروجكت ديليفربلز بيجيب لسته كامله من الديليفربلز ويبعتها. طب هو هيحتاج دي فين امتى؟ زي ما هو بيتضغط عليه عشان يخلص، احنا كمان بيتضغط علينا عشان نخلص، نفس الطريقه بالظبط. فبناء عليه ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان في حاجات بتقع، في حاجات ما بتكونش ابليكابل، في حاجات بيكون اهميتها مش واضحه. عشان كده لما نيجي نقول انت محتاج في البدايه توثق كل حاجه وتعمل ابروفل على كل حاجه، ده مش من فراغ، ده عشان قدام شويه نقدر نوصل بيه لمرحله ان المشروع بقى كامل بالنسبه لي. هتكلم بقى عن الجزئيه الاخيره خالص. بدايه اي اداره في اي مشروع بيكون عندها شويه متطلبات اساسيه زي الكواليتي كده. رقم واحد البروجكت كواليتي بلان. طبعا في ستاف الاول، بروجكت كواليتي بلان. وبعد البروجكت كواليتي بلان في حاجه ريليفنس ليها بقى، زي البروسيجرز اللي هنشتغل بيها، الاجراءات يعني، الاي تي بي الانسبكشن تيست بلان اللي هنشتغل بيها، خطط الفحص اللي هنشتغل بيها. ودي بتاخد من ميثود ستيتمنت موجوده عند الكونستراكشن والمكتب الفني، وبتاخد من لوحات ودي موجوده عند المكتب الفني، وبتاخد من ماتيريال ودي موجوده عند البروكيورمنت، وبتاخد من معمل وده الثيرد بارتي خالص بنجيبه من بره، وبتاخد من كلاينت وده بيديني سبيكس موجوده في المشروع. ايه ده؟ يعني كلهم سامعين في بعض، مش جزر منفصله. يعني لو واحد من دول ادى المعلومه ناقصه هتقفل. الميثود ستيتمنت عندك بيشتغل عليها كواليتي، بيشتغل عليها كونستراكشن، بيشتغل عليها مكتب فني، بيشتغل عليها سيفتي. هتنفذ ازاي؟ زي ما بيقول لك طريقه التنفيذ. ولو جايب سب كونتراكتور من بره عشان ياخد منك الشغلانه، بقى هو كمان مطالب ان هو يخش فيها، ده مش بعيد يبقى هو صاحبها علشان هو اللي هيعملها، والباقي يراجع ان هي بتتم طبقا للسبيكس الموجوده. البي كيو بي سهله جدا. هسيب في الكومنتس اللي موجوده ان شاء الله لما ارفع الفيديو الايزو بتاعتها. الايزو 10005 دي بتحدد الجايد لاينز والريكوايرمنتس اللي موجوده جوه البروجكت كواليتي بلان. اقروها، هتفرق معاكم كتير ككواليتي، وفي زيها حاجات تانية لبقيه القطاعات اللي موجوده، فواحده واحده هنبتدي نوضحها علشان اللي جاي باذن الله يبقى افضل. عايز اقول ان في بدايه المشروع بيبقى فيه جزء كبير جدا منه اتفاقات وسياسات، وبتكون موجود فيها زي ما بنقول كده ايه، اتفاقات على ليفل عالي جدا، وده مطلوب جدا في التوقيت ده عشان يسهل الدنيا، عشان نقدر نعوض الحته اللي احنا هنعملها بسرعه. هنشتغل بسرعه في الحته دي عشان نعوض الباقي، لكن ده ما يمنعش ان انت لازم لما تعدي الجزئيه بتاعت الضغط ده ان انت لازم ترجع تاني تبدا الحاجات دي كلها موجوده او تشتغلها ان باراليل، وده افضل حل. يا رب ان شاء الله يكون علم ينتفع بيه، وان شاء الله ميعادنا المره الجايه مع كبسوله جديده من كبسوله الجوده. والسلام عليكم ورحمه الله.